انا قلت لك في البدايه ان انا بقى شغال على ايه؟ على لوكال ريبو. والهدف من الموضوع ده كله ان انا اعمل كونكشن مع الريموت ريبو. طيب، انا في البدايه خالص عملت كل الشغل بتاعي وعملت الستيج والكوميت وطبعا عملت البرانشز والدنيا دي كلها. تمام. في البدايه بيكون عندي لوكال ريبو، وطبعا بنعمل على الجيت هاب او الريموت ريبو. دي بتيجي عن طريق ان انا بعمل ايه على الجيت هاب ريبو. فالجيت هاب او بمعنى صح الريبو اللي موجود على الجيت هاب هي دي ايه الريموت ريبو اللي انا عايز اعمل معاها كونكشنز. طيب، وبعدها بدات اعمل هنا مثلا تعديلات، وليكن ان انا عارف ان انا ممكن من خلال هنا اعمل برانشز او ابدا اعمل مثلا كوميتس، وليكن اي حاجه التعديلات اللي احنا متعودين عليها. تمام. حلو. ولسبب ما خلاص قررت ان انا اعمل كونكشن بيني وبين الريموت ريبو. تمام. وانقل عليها كل التعديلات اللي انا عملتها. وطبعا الكونكشن ده مهم عشان يبقى عندي الصلاحيه ان انا اقدر اتكلم مع ايه الريموت ريبو عن طريق ايه الكومنتس اللي احنا شرحناها اللي فاتت. تمام. وقلنا ان دي مهمه عشان يديني الصلاحيه ان انا اتكلم مع الريموت ريبو. بس فرضا دلوقتي ان انت عندك حاله تانية، ايه هو؟ ان انا مش هبقى دايما انا اللي شغال على المشروع ده لوحدي، ممكن حد تاني عنده لوكال ريبو تانية عنده نفس التاسكات اللي انا شغال بيها، بحيث ان هو مثلا يقدر من خلال برضه يبدا عنده ايه عنده برضه نفس البرانشز ونفس الكوميت اللي موجوده عنده. طيب حلو. فهنا نقدر نعتبر ان الريموت ريبو دي نقدر نقول انها عباره عن ايه؟ عباره عن نقطه مشتركه اللي بتبقى ما بين كل الريبوس. حلو، اللي المفروض يكونوا ابديت عليها. لو جينا نبص في الحته دي هنلاقي ان اصلا ان دي احدث نسخه احنا بنسلمها الريموت ريبو، لان انت احدث نسخه انت بتسلمها اللي موجوده على جيت هاب. حلو. ومش شرط تكون اللي على جيت هاب هي احدث نسخه، وهنقابل مواقف دلوقتي ليه مش هي احدث نسخه. تمام. بس وليكن ان انا دلوقتي ان دي النسخه اللي احنا بنبقى شغالين عليها. تمام. او بمعنى صح مهتمين ان هي تكون ايه ابديت على طول. تمام. هنا لازم نوحد الشغل بتاعنا. يعني انت هتحتاج الحاجات اللي انا عملتها وتحتاجها عندك، وانا برضو هحتاج التعديلات اللي انت عملتها وهحتاجها عندي. ازاي؟ يعني انا في اللوكال ريبو هنا مش بس هعتمد على التعديلات بتاعتي، لا كمان انا هعمل ايه ده، انا كمان هحتاج التعديلات اللي موجوده هنا. وانت كذلك هتحتاج التعديلات اللي انا عملتها عشان شغلك برضو يبقى ايه كامل. فالنقطه الفاصله ما بيني وما بينك عشان تتلاقى التعديلات بتاعتنا هتبقى ايه الريموت ريبو اللي من خلالها انا هرفع الشغل بتاعي عليها وانت هتستقبله. تمام. وانت برضه هترفع الشغل بتاعك عليها وانا برضه هستقبله. طب الميكانيزم بتبقى ماشيه ازاي؟ ده اللي انا هوضحه. طيب، هنا انا وضحت عمليتين هما اللي بيحصلوا وهما دول اساس الجيت هاب. وهو ان انا بقول للريموت ريبو خد التعديلات اللي انا خلصتها. تمام. وحدث لي الدنيا عندك، خد التعديلات اللي انا ايه خلصتها. والعمليه ديت بنسميها عمليه البوش، ان انا بدفع التعديلات اللي عندي ببعتها لك. والعمليه التانيه ان انا بقول له هات لي التعديلات اللي هو خلصها ورفعها عندك. تمام. وببدا ان العمليه دي اسمها ايه البول. تمام. فانا عندي دلوقتي عمليتين: عمليه الرفع ان انا ببدا ارفع التعديلات ودي اسمها عمليه البوش. تمام. وعندي العمليه الثانيه ان انا ببدا اخد التعديلات، وليكن العمليه بتحصل ما بينهم بس هنقول ان دي مثلا ايه بوش، ببعت له التعديلات. تمام. والعمليه الثانيه اللي انا بعملها وهي عمليه ايه البول. تمام. لو جينا هنا بقى ننفذ وقلنا مثلا لما جينا هنا، وطبعا لما احنا هنا عملنا ايه بوش. طب تعالى نحذف الكلام ده مش عاوزينه. تمام. فبالتالي المفروض احنا هنا عاملين ايه ابديت ورفعنا عملنا بوش للحاجه. لو جينا هنا مثلا وعملنا رجعنا هنا مثلا للسيتنج وجينا في الريبوستر بتاعتنا وليكن الجيت باك جراوند. تمام. هلاقي ان خلاص الملف بتاعي اترفع وزي الفل والدنيا تمام. تمام. حلو. تعالى بقى نتكلم عن شويه تفاصيل كده زياده. انا جيت هنا عملت هنا ملف تاني وليكن ايه مين 2 دوت تي اكس تي. حلو. عايز اجي هنا ادفع ايه او معنى صح ارفع التعديلات ديت على النص. هتقول لي بسيط، هاجي هنا اعمل جيت اد دوت عشان اخد التعديلات كلها، وبالتالي هعمل جيت كوميت داش ام، واقول مثلا ان انا عملت اد مين 2. تمام. حلو. هتيجي تقول لي يا باشمهندس تمام نبدا نرفع ايه التعديلات بتاعتنا.
حلو. وده اللي من خلالها انا بسمع التعديلات بتاعتي اللي موجوده في اللوكال ريبو، بسمعها على فين؟ على الريموت ريبو. فاجي اقول له خلاص خد التعديلات، اقول له جيت بوش، وخلاص احنا قلنا هنعمل بوش. طيب هنيجي نعمل بوش كده، تعال نجرب. قال لك في هنا حاجه، قال لك انت عندك الكرنت برانش مين هاز نوت ان ستريم، او البرانش، او معنى صح اب ستريم برانش. وتعال نفهم الموضوع ده يعني ايه، والموضوع ده ليه حصل اصلا. لو جينا هنا نبص، احنا عندنا ايه الموضوع ده؟ انت بتتعامل مع ريبو كامله. يعني ايه ريبو كامله؟ يعني فيها برانشات، فيها تعديلات، والموضوع انا ببقى المفروض انا ببقى بحدد انا رايح فين او متجه لفين. فانت هنا دلوقتي انت مش محدد له، انت رايح على البرانش المين، ولا مثلا على البرانش الديفلوبمنت. وليكن ان في ناس كتير شغاله معاك، فانت مش عارف التعديل ده، هو مش عارف مساره رايح فين. هتقول لي يعني ايه يا باشمهندس؟ اقول لك انك المفروض اصلا تحدد الريبو اللي انت هترفع عليها، ده اول حاجه. تاني حاجه تحدد انت هترفع على انهي برانش. ما هو انت دلوقتي انت خلاص انت عملت كونكت بينك وبين جيت هاب. طب ما جيت هاب ده فيه ملايين الريبو، فرضا انت عامل مشاريع كتيره، تمام؟ بس انا عايز احدد في البدايه ايه؟ بحدد الريبو بتاعتي. طيب حلو. والجزء الثاني ان انا احدد له انا شغال على انهي برانش، او معنى صح انا عامل كونكت مع انهي برانش، عشان هو يبدا يسمع للتعديلات دي. طيب دي هنعملها ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق ان انا هاجي اقول له عادي جيت برانش، او جيت بوش قصدي، جيت بوش اوريجين. اوريجين. وهتقول لي دي ايه اوريجين ديت؟ هقول لك اللي احنا عرفناها وقلنا ان احنا دي هنخزن فيها اليو ار ال بتاع الريبو بتاعتي، واقول له ايه؟ مين، ان انا شغال على الريبو اللي هي المين. تعال نعمل كده ونشوف هيعمل ايه. تمام. لو جيت تلاحظ قال لك خلاص الدنيا ضن ومفيش فيها اي مشكله والكلام ده. طيب حلو. ولو جينا نشوف هنا ونعمل ابديت، لو جينا عملنا هنا ريلود، هنلاقي خلاص حدث وضاف ايه؟ الملف الثاني. بس في هنا حاجه، تعالى بقى نتكلم شويه عن ايه؟ عن الداشيو. بس وهل يا باشمهندس انا كل مره اعمل فيها بوش لازم اكتب فيها اوريجين مين والكلام ده؟ هنا يظهر بقى ايه؟ حاجه اسمها السيت اب ستريم، او بمعنى صح لما اجي بعمل هنا باجي اقول له ايه؟ داش يو. طيب هتقول لي اعملها ازاي والنظام ازاي؟ هقول لك دلوقتي مثلا ايه فايدتها ونبدا نتكامل معاها ازاي. يعني مثلا لو انا جيت هنا دلوقتي، تعال نحذف الكومنت ده خالص. لو انا جيت هنا وقلت لك ان انا عملت تعديل ماني وليكن فيكس مثلا باج واحد، حلو. هتقول لي تمام، هاجي اعمل هنا ايه؟ هاجي اعمل جيت اد دوت، وبعد كده اعمل جيت كوميت داش ام، وادي له الكوميت، اقول له مثلا ايه؟ فيكس باج واحد ان مين مثلا. تمام. اقول له تمام. حلو. هاجي اعمل بوش للحاجه دي. لو جيت تلاحظ انا محتاج ان انا ايه؟ ان انا كل مره هاجي استخدم فيها البوش هضطر ان انا اقول له ايه؟ خلاص اعمل جيت وبوش واعمل لي الاوريجن ايه؟ مين. طيب تعالى كده نجرب الموضوع تاني ونيجي نعمل ايه؟ الحاجه اللي هو بيقول عليها وليكن دي. لو جينا هنا جربنا قلنا هنعمل كده حاجه زي دي كده، تمام. تعال نستغنى ايه؟ نبدا نتعامل. الشكل ده نفس الشكل اللي احنا اتعاملنا معاه في البدايه، بس هو هنا عرفها ايه؟ كمحتوى عادي، او معنى صح عرفها. يعني ممكن نشيل ال ستريم دي خالص، او السيت ستريم دي، ونعرفها ايه؟ داش يو. ولو جيت تلاحظ هو ده الشكل اللي احنا اتعاملنا معاه في البدايه خالص، لما قلت لك سيبك من الداش يو ديت ايه؟ مش مشكله دلوقتي. تعالى بقى نفهم ايه حوار الداش يو دي. الداش يو دي معناها ان انا بعمل زي قناه كده، تبقى حاجه محفوظه ديفولت، ان انا خلاص عرفت ان انا هبقى على الاوريجن، ومعنى صح هبقى على كمان برانش المين. يعني معنى انا حفظت المسار بتاعي، او بقول للريموت ريبو احفظ المسار ده، بحيث لو انا جيت اعمل هنا بوش دلوقتي وجيت عملت هنا بوش، تمام، انا كده خلاص عرفت الريموت ريبو ان انا تمام عملت سيت للبرانش ده ان هو يتعمل خلاص بقى، هو ايه؟ يعمل تراك للاوريجن مين، بحيث لو انا عملت اي تعديل تاني، لو جيت هنا مثلا قلت ايه؟ فيكس باج 2 مثلا، تمام. وجيت هنا عملت كومنت، عملت اد، حلو. وجيت هنا عملت ايه؟ كومنت، وقلت مثلا فيكس باج 2، حلو. لو جيت هنا عملت جيت بوش مش هيعترض، وهيشتغل عادي وما فيش في اي مشكله، هيقول لك دان واشتغل. طيب ايه هنا اللي حصل؟ خلاص انا عرفته هنا، او معنى صح قلت له احفظ ان انا في البرانش ده، خليك تعمل قناه بيني وبين الريموت برانش على المسار ده، احفظ لي ان انا خلاص كل مره هرفع على الاوريجن الريبو اوريجن، وعرفنا الاوريجن دي اللي احنا بنخزن فيها ايه؟ الريموت ريبو، تمام. والمين ان انا شغال على البرانش المين. انا كده قلت له خلاص مش كل مره هعمل ايه؟ بوت او اعمل بوش داش يو مش عارف كذا اوريجن مين، كل شويه اعمل جيت بوش اوريجن مين. لا خلاص انا قلت له احفظ الحركه دي، او معنى صح احفظ المسار ده. انا مجرد ما اقول لك بيت بوش خلاص احفظ ان انا هرفع على ايه؟ على المين، على المين برانش. طيب نيجي هنا سؤال مثلا ويجي يقول ايه اللي يحصل لو انا اشتغلت على برانش تاني؟ طب تعالى نجرب الموضوع. لو انا هنا قلت لك جيت
سويتش داش سي، قلت لك احنا عايزين نعمل ايه؟ ديف. حلو، هتقول لي تمام احنا عملنا هنا برانش. طيب ده معناه لو انا جيت هنا عملت تعديل وليكن ان انا عملت هنا ملف، نعمل هنا مثلا فولدر نسميه ديف. حلو، وجوه الفولدر ده تمام نعمل جواه ايه؟ ملف نسميه مثلا ديف واحد دوت تي اكس تي. تمام، خلاص احنا كده ضفناه. هتقول لي بسيط، هنيجي هنا ونعمل مثلا اد للحاجات اللي احنا ضفناها. حلو، وهنعمل مثلا كومنت ان انا عامل هنا ايه؟ عملت اد ديف واحد ان ديف برانش. تمام، حلو قوي. طيب تعال نجرب كده بقى نعمل ايه؟ جيت بوش. طيب حلو، عمل لي هنا ايه؟ عمل لي نفس المشكله. قال لك لا انت برضو لسه مش معرفني، انت خلاص انت عامل كونفجريشن قبل كده بالمين بس. طيب ده معناه ان انا كل ما اتنقل لبرانش جديد هضطر ان انا اعمل له سيت اب ستريم. لازم تعمل له، هي حاجه مش ضروريه بس هي حاجه بدل ما تقعد تكتب اوريجين وتكتب الكلام ده هتكتبها مره واحده. يعني هنا في كل برانش انا بعرفه برضو ايه، ارمي تفكيرك معايا. لو انا في البرانش ده بعرفه زي مثلا تهيئه، ان انا لو في البرانش ده ارمي تفكيرك ان انا هيبقى في الاوريجين ديفلوبمنت، او ما انا صح اعمل له ايه؟ جيت بوش داش يو. يعني بدل ما اكتب الكلام ده اجي اقول له ايه؟ جيت بوش اوريجين. بس قبل الاوريجين هكتب هنا ايه؟ داش يو. تمام، وبعد اوريجين اكتب ايه؟ اسم البرانش اللي انا عليه. ودي نفس النظام اللي انا عملته في المين هعمله هنا، هعرفه اقول له ايه؟ انا بعمل قناه ما بين انا او ما بين اصلا البرانش ده وما بين البرانش اللي موجود في الريموت ريبو. بقول له طول ما انا هنا بعمل تعديلات اعرف ان انا شغال على الاوريجين على الريبو دي وعلى البرانش ده بالذات. تمام، فهاجي هنا واعملها وهيشتغل وكل حاجه، وبرضه عمل لك ايه؟ برانش، عمل برانش جديد ديف وعمل لك ايه؟ تراك للبرانش ديف. طيب لو جينا هنا بقى عملنا اي تعديل وليكن مثلا عملنا ايه؟ فيكس باج واحد. تمام، حلو، هنيجي هنا نقول جيت اد دوت عشان نضيف التعديلات، وبرضه نعمل جيت كوميت داش ام ونديله الرساله بتاعتنا وليكن فيكس باج واحد ان ديف برانش. حلو، ونعمل كوميت. لو جينا هنا بقى نشتغل وعملنا بوش او عملنا جيت بوش، هنا بقى مش هيعترض ويبدا يشتغل على طول ويعمل ايه؟ بوش. تمام، حلو، وهشتغل على طول. لو جيت تلاحظ هنا، لو جينا هنا نعمل ابديت ان هنا كان فيه برانش واحد، لو جينا عملنا هنا ابديت هتلاقي ذكر لي ان انا عندي هنا كام؟ اتنين برانش. ممكن نعمل سويتش ما بينهم المين والديف ونقدر ندخل هنا. وكمان مش كده، ده عرفهم لك باحدث الكومنت اللي هي شغاله، وبيعرفك عدد الكومنتس اللي موجوده هنا وهنا وتبدا تشتغل عليه. هنا مش معرف لك ثلاثه برانش، يعني هنا ما فكرش ان ثلاثه برانش، هنا بيقول لك الديفولت عندك او الاساسي هو المين، وان البرانشز اللي عندك الفرعيه هو الديف، والاكتف او معنى صح اللي انت موجود عليه حاليا هو ايه؟ الديف. يبقى نفهم من الحته دي ان الداشيو مجرد ان انا بقول له اعمل لي قناه ما بيني وما بين الريموت ريبو عشان تبدا تسمع انا ببعت التعديلات لمين. طيب الداش ريبو دي، الداشيو دي هتختصر لايه؟ للسيت اب ستريم. ومعنى ستريم اكيد احنا كلنا عارفينها بس نوضحها. معنى ستريم ان في حاجه ايه؟ ما فيهاش ايه؟ ملهاش وقت معين، شغاله رايح جاي. فانا مش هعرفك مثلا كل شويه اقعد اعرفك اقول لك ان انا في الاوريجين او معنى صح انا في الريبو بتاعت الجيت بلاي جراوند واعرفك ان انا رايح للكذا. لا، انت بتعرفه، بتروح تقوم قايل له ايه؟ لا انا عندي هنا مثلا انا شغال في البرانش كذا. مجرد ما عملت سيت اب او معنى صح عملت سيت اب ستريم في البدايه، خلاص هو اتعرف عنده في البرانش ده ان انا طول ما انا على البرانش ده وجه انت دايناميك وروح كده. طب انا لو رحت للمين هل هي اتحذفت؟ لا، لو رحت للمين وعملت تعديل زي ما هو. طب تعال نشوف الموضوع ده. لو انا عملت هنا جيت سويتش حلو ورحت للمين، تمام كده انا خلاص رحت للمين والتعديلات دي اللي عندي. لو انا جيت مثلا قلت ان انا عندي مين 3 وليكن انا عندي مين 3 دوت تي اكس تي. حلو، هاجي هنا اقول لك ان انا عايز اعمل ايه؟ اعمل جيت اد دوت اضيف التعديلات كلها، وبالتالي اعمل جيت كوميت واحط الرساله الخاصه بالتعديل اللي انا عملته وليكن اد مين 3. تمام، لو انا جيت هنا قمت حايل على طول جيت بوش، هل هيعترض؟ هيشتغل على طول. ليه؟ لان انت كنت معرف مسبقا ان انا عامل لك ايه؟ سيت اب ستريم. حلو،
تمام. يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع ايه الداش يو، وبمعنى صح فهمنا كل الاوامر، ويعتبر ده كان اخر امر في الامور اللي هي ايه لما قلنا على الست اوامر اللي هو الثلاثه، قلت لك اقسمهم ثلاثه وثلاثه. اول ثلاثه انت بتعمل ايه ريبو او تعمل لوكال ريبو. الثلاث اوامر بتبدا تعمل كونكشن ما بين اللوكال ريبو والريموت ريبو. تمام. وقلنا في الامر الثالث اللي هو الداش يو وضحناه بكل التفاصيل.